السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهاردة هنعمل ايه؟ لو عندك حباية منجاية، حباية مش شرط 2 أو 3، لو عندك حباية منجاية تعالى اقولك هتعملي ايه، وهنمشي مع الفيديو مع شرح الفيديو وهنشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نمشي مع شرح الفيديو عايزة لايك، عايزة اشتراك، عايزة تفعيل الجرس. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ والله عندي النهارده 3 حبايات مانجا، قلت هعمل بهم ايه يلا هقول هنعمل بهم ايه. حضرت بوله زي ما احنا شايفين، وحضرت جيلي بالمانجا اهو، وقلنا هنعمل جيلي عشان الجو اللي احنا فيه ده وقطع النور اللي مخلي الجو عندنا بسم الله ما شاء الله حر، يعني ربنا يعني فكاه كده والنور ما عادش يقطع تاني. فقلنا نستفيد، هنقشر المانجا، هنقشرها في البوله وهنعملها واشوف هنعمل ايه خطوه خطوه. طبعا المانجا زي ما احنا شايفينها كده مقشرينها بسم الله ما شاء الله 3 حبايات. طبعا في ناس المانجا دي طبعا احنا من عشاقها وبنحبها جدا، بس في ناس لما بتاكلها بتتعب، فاحنا هنعملها لهم ايه؟ هنعملها لهم مع الجيلي، بتبقى خفيفه، يعني كانت جيلي او كانت عصير بتبقى خفيفه، لان في ناس ما بتقدرش على اكل المانجا، فنعملها لهم ايه؟ نعملها لهم عصير. طبعا كده المانجا اتقطعت، هنهرسها كده بالمعلقه بسم الله ما شاء الله. يعني تجيلك ضيوف كده على طول كده تقوم تعملها لهم سريع سريع. طبعا هتحط لها، انت حابه تحط لها معلقتين سكر اكيد هتحط لها معلقتين سكر، مش حابه ده حسب مزاجك، يعني حسب اللي انت عايزاه. هنعمل ايه الخطوه الثانيه؟ هنسخن ايه؟ انا بعمل يعني كوبايتين ميه سخنين على كوبايتين ميه من الحنفيه، يعني ساعتين عشان تبقى تقيله وتبقى حلوه. احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. هتفرحي اسرتك وتفرحي ضيوفك، وطبعا اللي تعبان لان دي بتبقى بتعلي الانزيمات بتاعه الكلى اللي هي الكرياتين، ف يعني يفضل انهم ياكلوها كده. في ناس بتتعب من اكل المانجا، فنصيحه يعني لا عصير لا تعملوها تدخلوها فيها الجيلي، بتبقى حلوه جدا. نهرسها كده مع بعض حلو جدا، تبقى اخده نكهه المانجا كلها. ولازم تجيب الجيلي يكون بالمانجا، مش تجيبي لا بالفراوله تقولي بقى احط مانجا، لا انا بقول لك الجيلي جيبي بالمانجا. احنا عارفين ان احنا في موسم المانجا، والمانجا متوفره في السوق، يعني تبقى حلوه جدا. بعد كده هنحضر بقى ايه؟ كوبايتين ميه دافيين يعني سخنين. طبعا عندي 3 باكيتات جيلي بالمانجو. قبل ما نحط الخليط ده طبعا نكون احنا عاملين ايه؟ كوبايتين ميه سخنين. حط عليكم الباكيتات والسكر حسب ما انت عايزه، ممكن تحط لها معلقتين حسب ما انت عايزه، ممكن ما تحطيش، المانجا حلوه حسب ما انت عايزه. وهنقلبها وهنحط لها بقى، انا حاطه ايه؟ الميه مش يعني مش كتير علشان تديني ايه؟ السمك بتاعها تقيل، يعني تبقى تخينه كده وحلوه كده. حاطه بس كوبايتين ايه؟ ميه على كوبايتين ميه ساعتين، لسه هنحط الميه ساعتين. ادي 1. طبعا كده حطيت كوبايتين وربع ميه وكوبايتين وربع ميه سخنين. ما بكترش ميه، انا ما بكترش ميه. هنحط بعد كده ايه؟ طبعا يا جماعه الجيلي المانجا بيبقى مسكر، خدي بالك من النقطه دي. هنحط هنا الخليط اهو بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. وهنقلبه، شايفين حاجه يعني والله ما بياخد وقت، زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، ما بياخدش وقت. طبعا انا عندي هنا بولات هنا صغيره اهي زي ما احنا شايفين، ولو ما عندكيش هتحطي في الكوبايات عادي مفيش مشاكل. هنحط بالمغرفه اهي
كلها مانجا طبيعيه زي ما احنا شايفين كده. من هنا البوله الاولانيه بسم الله ما شاء الله. دي يا جماعه مفيده جدا للناس اللي هي بتبقى يعني بتشتكي انها من لما بتاكل مانجا بيجي لها حساسيه او يعني في تعب، ربنا يشفيهم. ما بياكلوش المانجا بيتعبوا منها لما بياكلوها. نقوم نعمل ايه؟ دي بتبقى خفيفه عليهم الجيلي، او تعملها عصير مخفف. يعني ايه؟ ممكن تعملها برضه عصير ايه مخفف. طبعا هنا الثانيه اهي بسم الله ما شاء الله. شايفين المنظر بتاعها كده يعني بصراحه يعني يهبل، جميله. طبعا الحاجات الصيف ده بيبقى عايز الحاجات المتلجه، الايس كريم والجيلي والحاجات الجميله دي اللي بترطب على المعده، خصوصا كمان النور بيقطع، فبيبقى عايز حاجات الواحد كده وهو قاعد يعني في الساعه اللي بيقطعها دي ياكل حاجه متلجه كده. انا بحب اعملها بس اول مره ايه اصورها على القناه. لسه برده عندنا هون خير ربنا كتير. بسم الله ما شاء الله. هتعملها بطريقتي كده، بتبقى طريقه سهله جدا والله. لو حبايه مانجا انت هتعملي بيها وهتعملي بيها باكو من المانجا برضه هتكفي برضه ضيوفك وهتبقى جميله جدا. طبعا لازم كل ما تعمليها تقيله كل ما يكون الجيلي كده يعني تقيل وجميل جدا، غير ما يكون ايه صامت. فاحنا يعني ان انت ممكن تقللي الميه شويه عن المقدار بتاعها عشان يقدر يديكي القوام بتاعها يعني تخين كده سميك، ما يبقاش القوام بتاعها ايه صايت، لا ما احناش عايزين كده. طبعا كده زي ما احنا شايفين المنظر جميل جدا وتحفه جدا. شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. شايفين قطع المانجا عليها؟ يعني طريقه سهله جدا ومفيده، وكمان يعني الناس اللي هي اللي تعبانه ممكن تاكل منها، ويعني بسم الله ما شاء الله بتبقى خفيفه عليهم ومش هيحسوا ان هم بياكلوا مانجا خالص اللي هي بتتعبهم. لا ده حاجه ايه مخففه بالجيلي، وممكن تعملها عصير بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هنعمل فيها ايه بعد كده؟ هندخلها الثلاجه، وبعد ما نطلعها من الثلاجه هنوريها لكم احلى جيلي من احلى مطبخ شعبي، هنوريها لكم ان شاء الله. لكم تاني يا حبايبي. الله الله الله. بعد ما خرجت من الثلاجه بسم الله ما شاء الله. شوفوا شايفين عاملاها ازاي؟ اللهم صل على النبي. شايفين بترقص ازاي في الطبق؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. كل لما يعني مثلا ميتها تقل شويه بتطلع السمكيه دي كده وما بتبقاش سايطه. يعني مثلا لو هي كوبايتين لا نحط لها كوبايه. الناس اللي عندها تعب من اكل المانجا افضل واقول لهم ان انتوا تعملوها بالشكل ده، بتبقى جميله وبتبقى خفيفه على المعده وبتبقى مريحه، يعني بتبقى احلى اكله، بتبقى جميله جدا. وانا مش هقول لكم الطعم عامل ازاي لان مش اول مره اعملها على القناه، ومش اول مره ان انا بس اول مره ان انا اصورها ايه معاكم. واقول لكم ايه بقى؟ اقول لكم تعالوا دوقوا، لو انتم موجودين اقول لكم دوقوا، واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي.